السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في قناتي وقناتكم سناء الصالح. اليوم جيت طلع لكم بهذا الفستان الأنيق الجميل. كما كتشوفوا كيجي أكثر من رائع، كيجي كيوت. تقدروا ديروه كمشروع مربح للأطفال أو للدمى. ساهل في الخدمة. كنتمنى أن التفاصيل تعجبكم، وكنبغي نشكر الناس أول مرة كتزور القناة كتخلي واحد الكومونتير اللي كيشجعني. وشكرا للناس القدام اللي دايما مداعميني بتعليقاتهم ولايكات. وإن شاء الله نبداو لينا التفاصيل ديال هاد الفستان، وكما العادة سوف أتكلم بلهجة البيضاء لكي يفهمني الجميع. وعلى بركة الله نبدأ في الشغل. بسم الله. نحتاج إلى الصوف أي نوعية، عندي لونين الأبيض والرمادي. عندي كروشي رقم 1. نلف الخيط الرمادي على الأصبع، نعمل 36 سلسلة. بعد ما نعمل عقدة البداية، هذا سوف نشتغل هذا الفستان حجم صغير الدمى. لو أنتم حابين تعملوها كبير، الحجم كبير للأطفال، تعملوا أكثر من سلسلة وتقيسوا العنق. بعد ما كملت 36 سلسلة سوف نمشي في أول غرزة نعمل فيها أو سلسلة نعمل فيها منزلقة لكي نحصل على دائرة. نطلع ب3 سلاسل، نلف الخيط على الكروشيه، نعمل عمود بلفة في أول غرزة أول سلسلة عفوا، نعمل فيها عمود بلفة. في تاني سلسلة نعمل فيها عمود بلفة، نطلع بسلسلة. نمشو في تاني سلسلة نعمل فيها عمود بلفة، نخلي وحدة، ونمشو في تاني سلسلة نعمل فيها عمود بلفة، ونفس المكان نعمل فيه عمود بلفة. نطلع بسلسلتين، وفي نفس المكان نعمل عمودين بلفة. كما تشوفوا نمشو في بعد ما نعمل سلسلة نمشو في تاني سلسلة نعمل فيها عمود بلفة. في تاني سلسلة نعمل فيها عمود بلفة. في ثالث سلسلة نعمل فيها عمود بلفة. يعني سوف نشتغل 6 أعمدة بلفة في هذا المكان. يعني فوق كل سلسلة نعمل فيها عمود بلفة لكي نحصل على 6 أعمدة بلفة. كما تشوفوا بعد ما كملنا 6 أعمدة بلفة نطلع بسلسلة، نمشو في تاني سلسلة نعمل فيها عمود بلفة. في نفس المكان نعمل فيه عمود بلفة، نطلع سلسلتين، ونفس المكان نعمل فيه عمودين بلفة. فنحصل على الزاوية الثانية. كنا درنا الزاوية الأولى والثانية، بقات لنا زاويتين. نطلع بسلسلة، نمشو في تاني سلسلة نعمل فيها عمود بلفة. في السلسلة الموالية نعمل فيها عمود بلفة. سوف نشتغل 6 أعمدة بلفة في جميع السلاسل الأخرى، يعني ماشي كلهم، يعني 6. نأخذ 6 سلاسل نعمل فيهم عمود بلفة عمود بلفة كما عملنا في الطرف الآخر. بعد ما كملنا 6 أعمدة بلفة نمشو بسلسلة، نمشو في تاني سلسلة نعمل فيها عمود بلفة. نفس المكان نعمل فيه عمود بلفة، نطلع بسلسلتين، ونفس المكان نعمل فيه عمودين بلفة. يعني حنا دابا عملنا الزاوية الثالثة. نطلع بسلسلة، نمشو في تاني سلسلة نعمل فيها عمود بلفة. سوف نشتغل 6 أعمدة بلفة في هذا الطرف. كما عملنا في الزوايا الأخرى نعمل هنا 6 أعمدة بلفة. كما تشوفوا نعمل كل سلسلة نعمل فيها عمود بلفة لغاية ما نكمل 6 أعمدة بلفة. يعني ضروري تكون عندنا 4 زوايا لكي نشكل الفستان. يعني هنا كنعملو العنق تاع الفستان. كما تشوفوا هو فستان ساهل وجميل.
كما قلت لكم تعملوا كان للأطفال حتى للأطفال. أنا عملته للدمى. بعد ما كملنا هاد 6 سلاسل نعملوا سلسلة، نمشوا في تاني سلسلة نعمل فيها عمود بلفة، في نفس المكان نعمل فيه عمود بلفة الثاني، نطلع بسلسلتين، ونفس المكان نعمل فيه عمودين بلفة، نطلع سلسلة، نتخطى سلسلة، بقاو عندنا 4 السلاسل، نتخطى سلسلة نمشيو في السلسلة الثانية نعمل فيها عمود بلفة الأول، العمود بلفة الثاني، والعمود بلفة الثالث. حنا كنا في الأول بدينا بالعمودين، يعني هنا غنعملو 3 أعمدة، وهذيك 3 سلاسل من تحت عمود هي الرابعة، العمودين اللي بدينا بهم هو 6 أعمدة، يعني حنا كل زاوية نعمل فيها 6 أعمدة. فنكمل هذا الدور، نسحب بمنزلقة هذيك 3 سلاسل، فهذا هو الشكل ديال العنق. نطلع ب3 سلاسل جديدة، هاد 3 سلاسل من تحت عمود، في أول عمود نعمل فيه عمود بلفة، فوق تاني عمود نعمل فيه عمود بلفة، في الفراغ تاع داك السلاسل نعمل فيها عمود بلفة، بعد ما نطلع سلسلة، نطلع سلسلة، نمشو في الفراغ الموالي تاع ديك الغرزة نعمل فيه عمود بلفة الأول، تاني عمود بلفة تاني، نفس المكان، نطلع بسلسلتين، في نفس المكان نعمل فيه عمودين بلفة، نطلع بسلسلة، نمشو للفراغ كما تشوفوا نعمل فيه عمود بلفة، فوق الأعمدة نعمل في كل عمود نعمل فيه عمود بلفة. هنا 6 أعمدة اللي حنا شكلنا ونعمل فيهم عمود بلفة عمود بلفة، ما نضيع ولا عمود. بعد ما كملنا هاد 6 أعمدة بلفة نعمل في الفراغ عمود بلفة، ونعمل سلسلة ونمشيو للزاوية الثانية نعمل فيها عمودين بلفة، سلسلتين، عمودين بلفة، نطلع سلسلة. بعد ما نكمل هاد الزاوية الثانية نعمل سلسلة، فننتقل فوق كل عمود نعمل فيه عمود بلفة، ولما نكمل هاد الأعمدة سوف نشتغل في الفراغ عمود بلفة، ضروري تشتغلوا في الفراغ عمود بلفة، كل دور نشتغلو فتتزاد معنا الأعمدة، يعني تتزاد في كل زاوية نعمل فيها عمودين من هنا ومن هنا، في الفراغ من هنا وفي الفراغ من هنا. هادوك السلاسل ضروري منهم أنكم تشتغلوهم، لأنه عندهم دور كبير أننا نزيد فيهم هذيك الأعمدة، يعني في كل عمود نعمل فيه عمود، وفي الفراغ نعمل فيه عمود، نطلع بسلسلة ونمشو الزاوية ونعمل فيها عمودين، سلسلتين، عمودين، ونبقى ماشيين على هذه الطريقة لغاية ما نكمل هذا الدور. يعني كما قلت لكم هذا الفستان ساهل، لو تمسكوا بإيديكم سوف تفهمون مغزى هذا الفستان الأنيق. صراحة يعني عملته يعني قبل رمضان، فما كان عندي فرصة إني أعمل له مونتاج، كنت بصراحة كان عندي ضغوطات، فأنا قلت والله أشتغل لكم عليه وأعمل لكم مونتاج. صراحة جا جميل، وبصراحة هذا هو مجرد منظم للفوط تاع تاع الحمامات أو يعني نحط فيه أو المطبخ، نعمل فيها يعني دائرة من التحت فنعلق فيها الفوط أو المناديل، ونعلقها في الزاوية تاع المطبخ، تجي جميلة كمنظمة. أنا عملتها فستان صراحة للدمى، تقدروا تعملوها نتوما انتو من تحت، تحت رجليها تعملوا فيها دائرة. بعد ما كملنا هذا الدور نمشيو بمنزلقة في ثالث سلسلة، نطلعوا ب3 سلاسل جديدة، ثبت عمود، فوق كل عمود نعمل عمود بلفة. يعني كما قلت لكم راه الفستان ساهل، حنا كل دور نعمل فيه زيادة في هذيك الفراغات، نعمل فوق كل فراغ نعمل فيه عمود بلفة، ولما نوصل لهذيك الزوايا نعمل فيها عمودين، سلسلتين، عمودين. وكما قلت لكم تقدروا تعملوها كفستان صغير للأطفال، تزودوا في السلاسل تاع العنق،
وكل دور تعملوا سوف تتزاد معكم الأعمدة. صافي بعد ما كملنا الزاوية الأولى نطلعوا بسلسلة، نمشيو فوق كل عمود نعمل فيه عمود بلفة، وما ننسى داك الفراغ نعمل فيه هو كمان عمود بلفة، فتتزاد معنا الأعمدة في كل دور لغاية ما يكبر معنا هذا الفستان من اليدين. أنا اليدين تكون نازلة. سوف نكمل معكم شوي من هذا الدور، وسوف نشغلها وراء الكاميرا لكي لا يجيكم فيديو كما العادة طويل، لأن نفس الحاجة نكررها في هذا الدور. صافي كما تشوفوا بعد ما كملت سوف نشغله وراء الكاميرا ونرجع لكم. بعد ما كملت نمشيو في ثالث سلسلة نعمل فيها منزلقة، نطلع بسلسلتين متابعة عمود، فوق كل عمود نعمل فيه عمود بلفة. وانتم شفتوا أن كل دور يتزاد معنا عدد الأعمدة، لأن هذوك الفراغات تزود لنا الأعمدة، وضروري نشغل في الفراغ. نطلع بسلسلة ونعمل في هذيك الغرز ديال الزوايا نعمل فيها عمودين، سلسلتين عمودين. يعني قربنا نكمل الذراعين تاع او اليدين تاع هذا الفستان. قالينا هذا الدور وسوف نوريكم كيفاش حنا نجمع هذا الفستان من الزوايا. سوف أسرع لكم هذا المقطع كي لا يجيكم فيديو طويل. سوف أشغل فوق كل عمود عمود بلفة، وكما العادة سوف أشغل التتمة وراء الكاميرا مشان ما يجيكم فيديو طويل، ونرجع لكم في الدور الموالي. بعد ما كملنا هذا الدور نمشي في أول سلسلة نعمل فيها منزلقة، فنكمل هذا الدور. نطلع بثلاث سلاسل، نشتغل فوق كل عمود عمود بلفة. يعني هذا الدور سوف نجمع به الفستان لكي يعني نجمعه ونمشي في يعني تحت مشان يكمل معنا الفستان. بعد ما نكمل هذيك الأعمدة بلفة نمشي في الفراغ نعمل عمود بلفة. نعمل سلسلة. سوف نشتغل مباشرة في الزاوية الأولى نعمل في عمودين بلفة كما تشوفوا، ونمشي الزاوية الثانية نجمعها بعمودين بلفة ثاني. العمود الأول، ثاني عمود، ومباشرة بدون ما نعمل سلسلة كما تشوفوا، لا نعمل سلسلة. سوف نشتغل عمود بلفة فوق العمود عفوا في الفراغ، وفوق كل عمود نعمل فيه عمود بلفة مشان نعمل الظهر. يعني ما نعمل سلاسل، يعني نمشيو هذيك الزوايا وما نعمل زاوية كاملة، نعمل نصفها كما تشوفوا. بعد ما كملنا نمشي الفراغ نعمل فيه سلسلة عفوا، ونطلع للزاوية نعمل فيه عمودين، ونمشي الزاوية الأخرى نجمعها بعمودين ثانيين باش تجمع معنا الفستان. ونشتغل يعني فوق الأعمدة عمود بلفة، ونمشي في ثالث سلسلة نعمل فيها منزلقة. فنكمل هذا الدور كما تشوفوا. دابا جمعنا هذا المكان كما تشوفوا. سوف نشتغل على هذا الدور الثاني، سوف نشتغل بدون تزايد بدون حاجة، نشتغل فوق كل عمود عمود بلفة. نطلع بثلاث سلاسل مثابة عمود، نشتغل فوق كل عمود عمود بلفة. وهذوك اللي بين اليدين نشتغل فيهم تهما عمود بلفة. يعني نشتغل في هذا الدور دور كله عادي بدون زيادة بدون سلاسل. نشتغل فوق كل عمود عمود بلفة الدور كله، ما يعني ما نخلي ولا عمود. فوق كل عمود عمود بلفة، ما نضيع ولا عمود يعني بهذا المغزى. وكما العادة سوف أشغلها وراء الكاميرا عشان ما يجيكم فيديو طويل، ونرجع لكم. بعد ما كملت الدور مشيت في أول سلسلة نعمل فيها منزلقة، أنا طلعت بثلاث سلاسل في نفس المكان نعمل فيها عمود بلفة.
نطلع بسلسلتين، نعمل عاوتاني عمود بلفتين في نفس المكان، يعني نشتغل غرزة الباف. نمشوا للعمود الثاني، خليو العمود الأول نمشوا للعمود الثاني نعمل فيه عمود بلفة، نخلي العمود ونمشي في العمود الثاني نعمل فيه غرزة الباف مشكلة من عمودين سلسلتين عمودين. نترك عمود ونمشي للعمود الموالي نعمل فيه عمود فردي، نترك عمود ونمشي للعمود الموالي نعمل فيه غرزة الباف مكونة من عمودين سلسلتين عمودين، يعني مرة نعمل عمود فردي مرة نعمل غرزة الباف في هذا الدور. يعني كما تشوفوا دور سهل، وكما العادة سوف أشتغل وراء الكاميرا لكي لا يجيكم الفيديو طويل، ونرجع لكم في الدور الموالي. بعد ما كملت مشيت في أول سلسلة نعمل فيها منزلقة، نمشوا للفراغ تاع ديك غرزة الباف نعمل فيها منزلقة، نطلعوا ب3 سلاسل مثابة عمود في نفس المكان نعمل فيه العمود الثاني، نطلعوا بسلسلتين في نفس المكان نعمل فيه عمودين بلفة يعني غرزة الباف، نمشوا للعمود الفردي نعمل فوق منه عمودين فردي يعني تزايد، عمود الأول وحداه عمود ثاني يعني جنبه عمود ثاني. في غرزة الباف نعمل في غرزة الباف عادية عمودين سلسلتين عمودين كما العادة. سوف نشتغل هذا الدور وراء الكاميرا لكي لا يجيكم فيديو طويل لأنه بصراحة غير تكرار، ونرجع لكم في الدور الموالي. بعد ما كملنا هذا الدور في ثالث سلسلة نعمل منزلقة، نطلع في الفراغ تاع غرزة الباف بمنزلقة، نطلع ب3 سلاسل جديدة ثابت عمود في نفس المكان نعمل فيه عمود ثاني سلسلتين وعمودين في نفس المكان. شفتوا دوك جوج أعمدة سوف نشتغل على العمود الأول عمود أول فردي وفوق من الثاني عمودين أو العكس اللي بغيتو لكي تزاد معنا الأعمدة في هذا الدور. يعني كل ما طلعنا دور تزاد معنا الأعمدة في هذا المكان، يعني كانوا عندنا 2 سوف يصبح عندنا 3. وفي غرزة الباف نعملو عمودين سلسلة عمودين، وحنا كل ما نطلع دور سوف يتزاد معنا الفستان سوف يكبر معنا الحجم تاعو او الدوره بتاعو يعني تيجي كبيره وانتم تتحكموا في الدور اللي انتم سوف تنتهون فيه. انا بقيت اتزايد لكي تجينا هذا الفستان يعني فضفاض كما تشوفوا. سوف اشتغل وراء كاميرا هذا الدور ونرجع لكم. بعد ما كملت سوف نمشي في ثالث سلسلة نعمل منزلقة ونطلع في غرزة الباف بمنزلقة، يعني نمشيو هذيك الفراغ نعمل في منزلقة نطلع دور آخر. كما قلت لكم سوف نشتغل هذا الترتيب، هذوك الأعمدة اللي كان عندنا 2 سوف يبقوا يتزادوا لغاية ما نكون واحد المجموعة. نتوما كما قلت لكم انكم انتو تحبسوا في المكان معين، ماشي ضروري تعملوا نفس الدورة اللي أنا عملتها الفستان. أنا في هذاك الفستان البني اللي شفتوه اللي وريته لكم كان عندي أصلا الصوف مغاير على هذا الصوف، وحتى ايدي كانت شوية يعني أنا يعني طلقت ايدي شوي ما شديتها على حسب كيفاش انتو اشتغلتوا هذا الفستان. حتى الخيط يعمل دور كبير، تجيكم الدورة يعني صغيرة أو كبيرة على حسب إيديكم وعلى حسب نوعية الصوف. انتو تتحكموا في النوعية، ولكن الغرز نفس الغرز صراحة، ولكنهما جاتني هذيك مختلفة عن الأخرى ولكن نفس الغرز ونفس العدد. كما تشوفوا سوف أعمل هذا المكان وراء الكاميرا وسوف أوريكم الشكل الأخير متاع النهاية. هذا هو شكل الفستان. سوف أشتغل غرز حشوة فوق في هذه الجهة مشان نشتغل باللون الأبيض. دابا سوف أشتغل بنفس اللون غرز حشوة، تقدروا تعملوا دورين غرز حشوة. أنا سوف أشتغل عشوائي في هذا الدور، يعني فوق كل عمود نعمل فيه غرزة حشوة غرزة حشوة لكي يجينا هذيك الفستان من تحت جميل. تقدروا تعملوا هذا الطريقة، تعملوا لونين أو تعملوا نفس اللون، المهم نتوما عندكم اختيار. سوف أشتغل ورا كاميرا ونرجع لكم.
بعد ما كمّلنا هذا الدور سوف نشتغل باللون الأبيض. عقدت هذا المكان أو عملت النهاية. نطلع يعني غرزة حشوة كما تشوفوا، نعمل في أي غرزة حشوة نطلع بغرزة حشوة، نطلع ب3 سلاسل. في نفس المكان نعمل غرزة البيكو، راه عندي مشروحة في الفيديوهات الأخرى، ادخلوا شوفوا كيفاش هي عاملة هاد غرزة البيكو، راه ساهلة. نعملو في الغرزة الموالية غرزة حشوة، نطلعو ب3 سلاسل. هي ساهلة هاد غرزة البيكو، تيجي جميلة، يعني تيجي مثل حنا نقولو الدونتيل، أو حنا كل واحد كيفاش كينطق هادي المكان يعملو، تجي واحد الحشوة أو الحاشية جميلة في الفستان، تعطي واحد الرونق. نطلعو ب3 سلاسل، نعمل غرزة البيكو في هذا الطرف، نعمل غرزة حشوة في الغرزة الموالية، ونبقى غاديين على هذه الطريقة لغاية ما نكمل الدورة كلها تاع هذا الفستان. لكي لا يجيكم الفيديو طويل سوف أشغلها وراء الكاميرا، لأن بصراحة الدورة طويلة كثيرا، ونرجع لكم في الدور الموالي أو اليدين كيفاش حنا نشتغل عليهم، حتى هما ساهلين. كنتمنى أنني نكون خفيفة ظريفة على قلوبكم وشرحتكم شرح واضح. كما تشوفوا سوف أشغله كما قلت لكم ورا الكاميرا، ونرجع لكم في الدور الموالي. كملنا الفستان كما تشوفوا، جا هذا كلوش، جا شوي واسع لأن بصراحة زودت في الغرز في الطول عفوا، وحتى الخيط عندي مختلف عن الخيط الأول أو الصف الأول. سوف نشتغل الدرع الثاني. سوف أشتغل في هذا المكان غرزة حشوة بعد ما عملنا عقدة البداية في كروشيه. سوف نشتغل عقدة البداية أو غرزة حشوة في هذا الطرف. سوف أشتغل في الفراغ عمود بلفة كما تشوفوا في هذا الفراغ، يعني أي فراغ عندكم يعني تكون مسافة صغيرة مشان نشكل هذيك التانيات الجميلة اللي في اليد. نعمل عمود بلفة، نطلع ب3 سلاسل. سوف نعمل غرزة البيكو، يعني وراء هذا العمود نعمل غرزة حشوة. سوف نشكل هذيك الغرزة البيكو، نعمل نفس المكان عمود ثاني، ونطلع ب3 سلاسل ونعمل غرزة البيكو. يعني ساهلة، سوف نشتغل تقريبا شي 5 أو 4 على حسب نتوما الكمية تاع هادوك التانيات كيفاش نتو حابين تيجي. انتو تتحكموا في عدد ديال هادوك الأعمدة، لأن هي تعطيكم هداك الديزاين اللي تشوفوه في الأكمام اللي أنا عاملاه في اليد. أنا كنت بشتغل على الأعمدة وبشوف لو كان في أعمدة أزيدهم، كان في 3 بس أكمل 3 ويعني أغلق بغرزة حشوة في العمود الثاني. فأمشي عاوتاني أعمل 3 أعمدة في نفس المكان ونعمل فيها غرزة بيكو، ونمشي للعمود الثاني نعمل فيه غرزة حشوة لغاية ما ننتهي في هذا الدور تاع هاد الأكمام. كما قلت لكم أنا نتوما تتحكموا في هذا العدد ديال الأعمدة. وكما العادة سوف نشتغلها وراء الكاميرا لكي لا يجيكم فيديو طويل، ونرجع لكم في الشكل النهائي ديال هذا الفستان الجميل. كما كملنا سوف يعني أمشي في أول غرزة نعمله منزلقة، نقص الخيط نثبته بالإبرة هذا الطرف لكي لا يتمزق معنا هذا المكان. وسوف نشتغل على الشريط تاع الفستان. سوف أخذ 3 خيوط من 3 فتلات من الخيط لكي يجينا شوية سميك، ونطلع بسلاسل عديدة على حسب الخصر كيفاش يعني كاين كبير صغير على حسب الموديل. سوف أشتغل واحد الكمية ونثبت ونعمل يعني واحد الفيونكة. وعملت خرز لهذا الفستان. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وكي لا عجبكم بارطاجيو مع الاهل والاصدقاء باش تكون فائده. شكرا لكم المشاهده، شكرا للناس اللي اول مره كتنضم لقناتي وكتخلي واحد الكومونتير، شكرا للناس القدام اللي دائما تيدعموني بالكومونتير ولايك. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديده. مع السلامه.